بقول لك ايه، انا مش هبعت ولا مليم غير لما تقولي صرفت الفلوس في ايه. هو ايه اللي صرفت الفلوس في ايه؟ يعني انت مش عارف يعني ان في اقساط وجمعيات ومصاريف بيت؟ ما كله على ايدك. وبعدين انت مش عارف ان الدنيا غليت؟ ايه ما تعصبنيش. انا مش بعصبك والله، بس اعمل ايه؟ هو انت مش مكفيك غيابك عننا الفتره دي كلها؟ انا تعبت من التحقيقات اللي بتعملها لي كل يوم والتاني. مفيش مره تسال عليا وعلى العيال. كل كلامك عن الفلوس وما تنزليش وما تخرجيش ورايحه فين وجايه منين. انت تعرف ان الواد تعب من كام يوم ونزلت جريت على المستشفيات في نص الليل ومرضتش اقول لك عشان ما شايلكش الهم. بقول لك ايه المهم، هو انت فين؟ صوتك اصلا مش في البيت. هو ده المهم يا محمود؟ النهارده الحد وديت الولاد المدرسه وطلعت على مامتك حسب تعليماتك. طب بقول لك ايه بقى، صحيح بيت امي 3000 جنيه وما تمشيش من البيت غير لما تكوني عامله كل حاجه ليها. اديها 3000 جنيه منين؟ مش معايا. وبعدين انا خلصت كل شغل البيت يوم الخميس والاكل موجود في التلاجة. يعني امي تاكل اكل بايت ولا ايه؟ بعدين اتصرفي في اي فلوس واديها لها. يا محمود يا محمود، هي مش محتاجه صدقني. وبعدين مصاريف البيت مش هتكفي. يوه قلت لك اتصرفي. يا محمود ما تتدخلش من فضلك، انت كده بتبوظ العلاقه ما بيننا. بلاش تحسسني اللي بعمله ده فرض عليا. نعم ما هو فرض وغصب عنك تعملي اللي بقول لك عليه. لا مش غصب عني، انا بعمل كده عشان مش عايزه ازعلك ومش عايزه اخرب البيت وكمان بحبها، فمن فضلك ما تتدخلش. ايه يا ولاد صوتكم جايب لاخر الشارع؟ خير، اديني التليفون وروحي انت اقعدي في الصاله. ايه يا محمود الكلام اللي انت بتقوله ده والحاجات اللي انت بتعملها؟ انت ده ظالم مراتك ظلم فظيع. ماما انت ما تعرفيش حاجه. معرفش ايه، ما انا سمعت كل حاجه، سمعت كل التفاصيل. انت مش كفايه انك انت في الغربه وسايبها؟ انت كل كلامك على الفلوس، ولا بتسال عليها ولا بتسال على العيال ولا بتحن ليهم ولا بتقول لهم كلمه طيبه، عمال بس تؤمر تسالها على المصاريف وعلى الفلوس. ايه يا ابني ما تفوق شويه؟ ايه اللي انت فيه ده؟ الست تقولك انها نزلت في وسط الليل، ابنك تعب ونزلت تتمرمح في المستشفيات، تدور على مستشفى وتوديه وترجع البيت لوحدها في وسط الليل، بتعمل كل ده لوحدها وانت مش هنا، وتقوم تقول لها انت بتكلميني منين؟ ايه عدم الحساسيه اللي انت فيها دي؟ وبعدين حاجه تانية يا ابني، ازاي تقول لها بالغصب تخدمي امك؟ انا في بيني وبينها علاقه حلوه، هي بتعمل لي كل حاجه، والبنت مراتك عمرها ما اثرت معايا في حاجه، عمال تتدخل وتدي اوامر وتقول لها فرض ومش فرض. انا مش فرض عليها يا ابني، امها فرض عليها، انا فرض عليك. انت مش قايم بواجباتك وعمال تخليها تديها اوامر تعمل حاجات بالغصب. ما تفوق لروحك، شايله مسؤولياتك وشايله مسؤولياتها وشايلاني فوق دماغها وانت متغرب. راعي بيتك وراعي مراتك وراعي عيالك، بدل ما انت بس عامل نفسك كده ATM وبس.